طيب الشيء وقصة الشيء، مزمل فقيري مشى لمناظرة، المناظر كان أبو بكر آداب في قرية لعلها اسمها أم كراع ولا أم ثلاثة، مشوا من أم ثلاثة لأم كراع، المهم من الغرة ديك قاعد فيها واحد من شيوخ الصوفية، مشوا لمناظرة هذا الشيخ وانتهت 6-0 لصالح الصوفي ده. أنا بديك النصيحة، جوب التوراة كلها وقطعوها كلها ما رفعوها كاملة. ثم حكموا على هذا الصوفي بأنه طاغوت، قالوا ده طاغوت البطانة، طاغوت إما أنه يعني عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راضي، وأما أنه أمر الناس أن يعبدوه. في النهاية قالوا ده طاغوت وسموه طاغوت البطانة، ورفعوا العنوان بتاع حلقتهم كسر طاغوت البطانة. طيب بعد ما نظرت طاغوت البطانة ده الحصل شنو؟ واعتقدت إنه طاغوت تب، الحصل شنو؟ الحصل إنه قال لهم يا أخي قال لك الجاي ما تطلعوا. فأنا الوقت ده كنت قاعد وقلت لهم يا أخوانا احنا نمشي ما دارين نكل. قالوا لي لا أقعد شكلهم دارين نعمل فيها بقدر المصالح والمفاسد، وأنا كنت عصبجي نجد، أنا عصبجي أنصار رسول المركز العام أكلوا الرز مع الصوفية، معناه إحنا ما ناكل مع الصوفي ده كمان ما جاب رز، جاب شيء عديل وفي شطه وفي مرارة وفي حاجات كثيرة. أكلوا شبعوا تب ومرقنا مشينا. يا مزمل أنا كنت سايق العربية ذاته وهو قاعد جنبي، يا مزمل الكلام اللي بسوي فيه ده شنو؟ تاكل مع الزول ده كيف؟ قال لي والله أنت عارف أنا لا من الجوع يعني بصدع، وكنت داير أعمل عمليتك دي وعمل كده، والله يا أخي أكل أهل البدع ده سمي خلاص، والناس اللي معانا في العربية بورا كانوا بيضحكوا.